ازيكم يا بنات يا حلوين، عاملين ايه؟ الصيف وقاعدين في البيت بقى وعايزين نعمل حاجه حلوه نتحلى بيها. امبارح كنت على البحر ولقيت بيبيعوا الفريسكايه اللي هي تفاحيه ب5 جنيه، وصغيره كمان مش الكبيره اللي احنا جايبينها دي. قلت طب وانا على ايه؟ وانا اروح اجيب كيلو تفاح واعمل انا اللي انا عايزاه عندي في البيت. ما كدبتش خبر. نزلت جبت التفاح وعندنا السكر في البيت. ماشي. وجينا حاطين كوباية مية على نص كوباية سكر على شوية لون. جبت بتاعت اللون ديت برضو اشتريتها دي ب5 جنيه. المهم يعني، وقلت بقى لازم اعمل بقى الفريسكا بقى في البيت بقى. لا، ومش عملت فريسكا بس، ده انتوا تابعوا الفيديو لحد الاخر. ده انا عملت عنب فريسكا وجوافة فريسكا ومصاصة فريسكا. عملت لكم كل انواع الفريسكا. هو في فريسكا في التفاح بس انا عندي كل الفريسكات. عملت لكم في الفيديو ده، تابعوا الفيديو لحد الاخر هتلاقوا فريسكا اشكال والوان. التفاح طبعا غسلناه ونشفناه. مش مهم لو كانت مستويه شويه، يعني فاهمين؟ اللي كانت مستويه انا شلت منها الحته المستويه، وهي لو مستويه برضو مش ايه، مش هتفرق. ماشي. وطبعا جبت حته الخشب دي، قسمت الواحده حتتين وجبت ايه مدغزاه. بس غلبني بصراحه، طن على النار فتره طويله جدا عبل ما تقل، يعني اقلب اقلب طلع روحي في التقليب بصراحه يعني. ومشكلته بقى انه بيلسع، خلي بالكم من اللسعين، اللسعيه بتاعته فظيعه. على فكره احنا ممكن نعمل منه كمان حلاوه المولد اللي هي العرايس، انا بحبها عن نفسي. يعني احنا ممكن نعمل الخلطه ديت. ماشي. اه طبعا بعد، بصي، بعد الستة لحد ما تقلت خالص، وبعد كده غطست فتفع بس بتنشف بسرعه، بتنشف وفعلا نشفت مني. زودتها نقطه ميه تاني وحطيتها ورجعتها على النار تاني، عشان الصراحه صراحه يعني، الصراحه راحه يعني. اللي يقولك ما بتنشفش ومش عارفه ايه، ما احناش عبقري، مش سريعين للدرجه يعني. اما نشف حطيت كل تفاحيه في طبق اهوت. واما نشفت حطيت لها شويه ميه تاني وقلبتها على النار، فكت تاني وكملت بيها. ماشي. هبصوا تقلبي على قد ما تقدري عشان ايه التفاحيه كلها تشرب ايه، تبقى كلها لون. بس الصغنونه دي كانت جميله، يعني انت لو تجيبي تفاح صغنن، بس والله ما لقيت. ده انا لقيت، نزلت ما لقيتش غير واحد بس اللي عنده تفاح. تفاح ب 40 جنيه. شفتوا العنب؟ العنب كمان غطسته، جبت قلت اجرب كده، اجرب. هو انا حطيته في التلاجة دلوقتي بصراحه، هي مش فكره مش قد كده بحق ربنا برضه، عشان ما ايه، ما اقولكوش تعملوه يعني مش قوي، بس يمكن لما يتحط في التلاجة شويه يبقى ايه، يبقى حلو. وممكن كمان نفضوه في غطيان الازازه مع حته بلاستيك ونعملها مصاصه لاولادنا. انتوا فاهمين؟ يعني غطا بلاستيك بس نحط فيها حته بلاستيك. بعد ما خففتها شويه على النار غطست فيها العنقود بتاع العنب. ماشي. هو المفروض كانت بقى كنت اسيبها تبرد شويه، لان العنب مش جامد زي التفاحه. يعني لو ممكن لو سبت العنب طري تهبط هي سنه، ممكن كان بقى جميل. بس والله مش وحش ومختلف كده، حاجه جديده انت عاملاها. وانا بوريكم فكره بس لغيتها، اللي هي المصاصه اللي بقول لكم على فكره المصاصه يعني. بس والله حلو وجميل. وعملناه بحاجات عندنا من البيت، هو كيلو تفاح اللي جبناه. شوفوا عملنا كم، انا ما عملتش كمان كيلو التفاح كله، ما عملتش يا دوبك غير 5 بس.